جمهور ريال مدريد يصدم الجزائريين. أهلا وسهلا بكم في قناة جمال بنو. لاحظنا في المقابلة اللي جمعت بين الفريق العالمي الأسطوري ريال مدريد والفريق الكبير العربي الأهلي المصري، هو الذي عاد فيه الفوز للفريق الملكي ريال مدريد ب4 أهداف مقابل هدف واحد. لاحظنا بأن خلال هذه المباراة جمهور ريال مدريد قام بضرب الحكومة الجزائرية في عقر ظهرها، مسببا اختلالا في التوازن السياسي الجزائري بسبب رفعهم تيفو يضم خارطة المغرب كاملة. ومن هذا المنبر أقول للحكومة الجزائرية وإلى كل الجزائريين الذين انساقوا فيما تفعله حكومتهم تجاه المغرب: الصحراء مغربية وستظل مغربية، والمغاربة يستفيدون منها برا وجوا وبحرا. أما ذلك القالب الذي صنعه القذافي اللي هو البوليزاريو، والذي رعته الجزائر نفسها هي من كان لها شرف الجلوس على ذلك القالب، بحيث أن البوليزاريو مستوطنة في أراضي جزائرية ويصرف عليها من أموال الشعب الجزائري. لهذا نجد الجزائريين في الطوابير منتشرين في مختلف بقاع دولة الجزائر، يعانون من شتى النواقص في السميد والحليب والغاز، رغم أنها دولة هي من تصدر الغاز، إلا أن شعبها يعاني من قلة الغاز. بل هناك عدة أشياء الجزائر تعاني نقصا فيها، وبعض الأشياء تم انعدامها بالجزائر بسبب عدم قدرة الشعب الجزائري على اقتناء المواد التي يحتاجها، زيادة على أن السوق لا يضم أغلب المحتويات بسبب غلائها، لأن الجزائر لا تستطيع استيرادها أو تستورد كمية قليلة يستفيد منها الجنرالات والحكومة.